العاقل اللي بيعمل اللي بعد الموت، اللي ما بيخليش الدنيا تغويه وتنسيه للغاية اللي هو خلق من أجلها. طب الصنف الآخر بقى، الصنف اللي ما عملش لآخرته. شوف القرآن، حتى إذا جاء أحدهم الموت. الناس اللي كانت ناسية، الناس اللي انشغلت في الدنيا، اللي انشغل في جمع المال، اللي انشغل في إدخال السرور على الزوجة والأولاد من الحرام، اللي انشغل عن مولاه، اللي انشغل عن رضا ربه، ماله؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. يا رب رجعني الدنيا، يا رب رجعني الدنيا، أنا ما كنتش واخد بالي، أنا انشغلت ونسيت. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. رجعني عشان أعمل إيه؟ أعمل صالحات بقى، أشتغل. ده أنا كنت ناسي يا رب، أشتغل في الصالحات والأعمال الصالحة. إيه اللي هيتقال له بقى؟ كلا، خلاص ورقتك اتسحبت، شكرا، وقتك انتهى. المدة اللي انت كنت موجود فيها، مدتك، عمرك، خلاص رصيدك نفذ، رصيدك خلص. تخيل لما تبقى في مكان كده صحراء وعايز تعمل مكالمة مهمة جدا ممكن هتكون سبب في نجاتك، تيجي تتصل يقول لك عفوا لقد نفذ الرصيد. طب دي ممكن بقى تشوف حل. طب لما تيجي هنا ساعة الموت وتقول لملك الموت ولا يا رب، يا رب اتركني شوية عشان ارجع واشتغل، يا رب، يا رب انا ما خدتش بالي وما اعرفش ان الموت كده هيجي فجأة. هو الموت ليه منذرات؟ هيديك انذار؟ لا لا، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يبقى دي أول مرحلة، العبد المستقيم بيرى ملائكة جميلة ونازلين عليه بيطمنوه. أما الآخر عايز يبكي يصرخ ونفسه ينوح، نفسه يقول للأولاد وأنا فعلت لكم ما فعلت، انقذوني انقذوني. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها. حد يقدر يرجعها؟ ابنك هيعرف هينفعك؟ هتقول له يا ابني ايه ده، ربنا يخليني شويه؟ الموضوع انتهى. خش على المرحله الاخطر بقى، القبر. القبر اللي هتوضع فيه لوحدك، هيغلق عليك باب وحدك تحت الارض في ظلمه القبر ووحشه القبر وضمه القبر. هيشيلوك على الاكتاف كده، كل واحد هيمر عليه الموقف. والله تبارك وتعالى ينادي ويقول عبدي على الاكتاف حملوك وفي التراب وضعوك. عبدي على الاكتاف حملوك وفي التراب وضعوك وانصرفوا وانشغلوا عنك وتركوك ولا يبقى لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. ولو ظلوا معك
ما نفعوك، حتى وقفوا على باب القبر ومستنيينك، ولا حد هينفعك. مش هينفعك إلا العمل اللي انت قدمته لله، إما هيخلي قبرك روضة من رياض الجنة،